احتفالية التيك توكر الجزائري رؤوف شوار بمليون متابع تتسبب بالقبض عليه وصدمة للجزائر. قام برسم عدد من متابعيه بالوقود في الشارع قبل أن يشعل فيها النار. احتفل تيك توكر جزائري ببلوغه مليون متابع بطريقة غريبة، حيث قام برسم عدد من متابعيه بالوقود في الشارع قبل أن يشعل فيها النار، مما أدى إلى اعتقاله بتهمة تخريب أملاك عمومية. التيك توكر المعروف باسم رؤوف ينشر على صفحته فيديوهات ساخرة وأغاني ومقالب للمتابعين، وهو المحتوى الذي لقى انتقادات كثيرة من طرف المتابعين على اعتبار أنه غير مفيد. ولم يتوقف الأمر عند انتقاده، حيث تم توقيفه من طرف مصالح الأمن نظرا لكون الطريق ملكا عموميا لا يحق له التصرف فيه وتعريضه للتخريب، خاصة أن الطريق الذي صور فيه مقطع الفيديو يقع في الجزائر العاصمة ولا ينقطع على مستوى حركة المرور. وكمان هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التيك توكر، حيث علق أحدهم قائلا: المشكل إن هذا التصرف سينتشر على نطاق واسع وسيقتدي به المراهقون وكمان غيره من المؤثرين، وهينشروا السلوكيات اللي بيشوفوها.